يا هادي يرجع بقى يصور كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ واحد نسي التصوير والله. يا رب تكونوا بخير والامور كلها معاكم تمام ان شاء الله، تكون افضل واحسن وقريبين لربنا اكتر، يجمعنا ويكون في الجنة. قبل اي حاجة وقبل ما اتكلم على اي حاجة خالص، يا ريت تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا في فلسطين والسودان وللمسلمين في دعاء حلو كده. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. شوف انت خدت كام حسنة على كام مسلم. النهارده هتكلم على موضوع حساس ومهم، وهو الحزن والخذلان. بصراحة يعني بدون كلام كتير، الفيديو ده هيكون أنسب فيديو ليا بالفترة اللي بمر بيها دلوقتي. أنا بعمل الفيديو ده ليا قبليكم، لأن غالبا كلنا بنحس بالخنقة بدون أي سبب، بدون أي سبب واضح. مرات بتحس إنك زعلان بدون أي سبب معين، مش عارف إيه السبب. والخذلان بيجيلك بأكتر موقف يوجع قلبك، زي لما تحط مجهود كبير على حاجة وتمشيش زي ما انت كنت عايز او كنت متوقع. يمكن تحس انك خذلت ومحبط بسبب موقف معين، انت كنت بتعمل كل حاجة صح. الفيديو طبعا متقسم لاجزاء، شوف انهي جزء انت حابه تتفرج عليه، بس انصحك تشوف الفيديو كله. في البدايه نحب نتعرف يعني ايه حزن، ايه الحزن اصلا وازاي نتغلب عليه. فاول حاجه ايه الخذلان؟ يعني ايه الحزن؟ بص يا باشا، الحزن ده شعور طبيعي، شعور زي حاجه بيجيلك بدون اي سبب وبسبب. بنمر بيه كلنا في حياتنا. ممكن يكون بسبب ان انت فقدت حد عزيز عليك، ممكن انت تكون فشل ان انت حققت هدف انت حاطه، او حتى من غير اي سبب واضح انت عارف ايه السبب. ساعات بنلاقي نفسنا مش قادرين نفرح، وكان الدنيا بتقفل قدامنا بتقف، وكان الدنيا بتقفل ضبة ومفتاح. في أسباب كتير أوي للحزن. مثلا التوقعات العالية، حاطط توقع لنفسك، توقع إن أنت سبايدر مان وأنت ولا بتعرفش تطير، عادي مفيش حد بيطير. أنا مثلا كنت حاطط توقع عالي إن أنا عايز أخش كلية تبع التكنولوجيا، مع إن أنا كنت في أدبي، مفيش كليات تكنولوجيا في أدبي. دي رقم واحد. فاللي هو تمام، عايز أخش كلية عالية، أي نعم أنا عملت اللي عليا، ربنا ما أردش إن أنا أجيب مجموع. ده الخير طبعا، أكيد يعني ربنا اختار لي الخير فالحمد لله. فأحبطت، خذلت من نفسي ان انا حاطط توقع ان انا اعمل حاجه عاليه، وعملت اللي قدرت عليه وذكرت واجتهدت وتعبت، في الاخر ما جبتش مجموع. ده من ضمن الخذلان او سبب من اسباب الحزن. تجارب سلبيه، مريت بتجارب كتيره سلبيه، تجارب ما تفرحش، تجارب توكسيك بالمعنى الصح. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. علاقه مع صاحب ضرك، قدرت صاحبك وهو ما قدركش، كنت جدع مع ناس كتيره وهي زباله. لا لا يا باولو يا باولو يا باولو باولو منتج يا باولو. ده برضه تجارب سلبية، واغلبنا مر بالتجارب دي. فانت تبص على التجارب ان انت بتاخد خبرة منها. خذلت من شخص، فيا باشا انا عرفت الشخص ده، فمش مش هقع في نفس الغلطة دي تاني. خدها كده التجارب، في التجارب سلبية عشان تكون تجارب ايجابية. ومن اسباب الحزن برضو العزله. انا من واحد مبقتش احب غير العزله، دي برضو خليك تزعل كتير. فالعزله دي اكتر حاجه ممكن تعرض لك للحزن. قاعد معزول مع نفسك، فهتفكر في الحاجات اللي فاتت، هتفكر في صاحبك اللي طلعش جدع معاك، هتفكر في حاجات كتيره سابتك. لما بتحس بالوحده تلاقي نفسنا بنفكر كتيره، بنفكر في الحاجات اللي تضايقنا، وبنحس ان الدنيا كلها واقفه ضدك، وده بيزود مشاعر الحزن والقلق والخذلان. وبتحس بالخنقه، بتحس بالخنقه لما تحس ان انت كل حاجه بتعملها مش جايبه نتيجه، كل المجهود اللي انت عملته ده في الاخر ممكن النتيجه ما تكونش زي ما انت عايز. وساعات برضو من اسباب الحزن انت تحس نفسك فاشل، تحس بالخذلان، انت عملت كل اللي عليك وبرضو مفيش نتيجه، مفيش نتيجه اللي احنا عايزينها. اسكت اسكت. فاقول لك حاجه، خلي املك كله على ربنا، انت عليك السعي وربنا عليه النتيجه بس. افكرك بحكمه ربنا من قوله بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان ربك نسيا. ربك ما بينساش، ما بينساش اي حد، ما بينساش اي حد تعب، اكيد هيتكافئ على تعبه. ما ينساش اي حد ساب الملهيات، ساب المعاصي عشان عايز رضا ربنا، ما بينساش. هتاخده في الدنيا وهتاخده في الاخره، والله العظيم. وما كان ربك نسيا. وخليك فاكر ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عملا، ده اكيد. وربنا اسمه العدل الرحمن الرحيم. اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. ما تحسش ان انت اللي عملته ما فيش نتيجه، لا في نتيجه. ما كانتش دلوقتي هتبقى بعدين، لو ما كانتش في الدنيا هتبقى في الاخره، بس في نتيجه. وانت مأمور بالسعي، مأمور بالعمل، مأمور بالعلم، مأمور بكل حاجه حلوه وحاجه مفيده للمسلمين، مأمور بالنفع للمسلمين. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ لازم تصدق ونصدق ان كرم ربنا هيجي في وقت معين، انا ما اعرفوش وانت ما تعرفوش، ربنا وحده اللي يعلم امتى الوقت ده. خليك فاكر ان هيجي يوم والدنيا هتظبط، خليك فاكر ان هيجي يوم وربنا هيكرم. طيب عايزين نعرف ازاي نتعامل. انا دلوقتي مخنوق، هتعامل ازاي؟ هعمل ايه؟ هقعد زعلان كده وخلاص؟ لا. انا حسيت بالخذلان، هقعد كده وساكت؟
لا يا باشا، مش احنا من الرجاله، مش احنا كده. احنا يا باشا نشوف احنا في ايه ونحسن الدنيا، نظبط الكلام، روق الكلام كده. زعلان يا باشا، لا هفرفش نفسي، ما اسيبش نفسي للحزن، ما اسيبش نفسي للخنق. انت بتتكلم جد؟ بص هقول لك كام طريقه كده، كام حل تروق نفسك لما تكون زعلان. بص يا باشا، هتتكلم مع حد بتحبه، هتشوف صاحبك اقرب صاحب ليك. بص عشان تعرف صاحبك، احمد ابو زيد كان قال حاجه حلوه: شوف مين اللي تقدر ترن عليه الساعه 3 الفجر وهتكون واثق ان هو هيرد عليك ومش هيخذلك. شوف مين. مالكش حد، صح؟ سلام عليكم. فممكن تتكلم مع اهلك، مش لازم صحابك، المهم تتكلم مع حد انت واثق فيه، فضفض معاه، هتلاقي نفسك تمام. ممكن يا باشا ما تحبش تتكلم مع حد، ورا اتكلم مع نفسك، والله كأنك خدت في دماغك ده الافكار وحاجات كده اهو وديتها بعيد. ممكن تمارس هواية بتاعتك، ممكن تحب تلعب كورة، انزل العب كورة معاه، العب حجز. ممكن بتحب تلعب بلاي ستيشن، العب بلاي ستيشن. هفكرك اعمل حاجة ترضي الله، تلعب بلاي ستيشن العب بلاي ستيشن بس مش وقت الصلاة. عايز تلعب كورة العب كورة ولا. فكر بشكل ايجابي: انا هغير نفسي، هطور نفسي. الحزن ده وقته هيعدي، وقته هيمر. الحزن مش دايم، والفرح برضه مش دايم، التعب والشقاء مش دايم، والراحة والسكينة مش دايما. مفيش حد دايما. ادي انسان مرتاح والدنيا تمام وقاعد ماسك التليفون 24 ساعة، وادي انسان شغال وطلع عينه. ده شكليا ان هو مرتاح، ده شكليا ان هو تعبان، بس هو العكس. ده اللي مرتاح اللي هو شغال، واللي مرتاح ده هو اللي شقيان. فبتحس ان انت مالكش لازمه ماسك التليفون 24 ساعه. الراحه احيانا بتكون متعبه، انما انت لما تبقى شغال وعامل اللي عليك وحاسس نفسك، انت ذات نفسك هتحس بقيمتك، تحس انك شخص ذو قيمه، تحس انك شخص ذو قيمه، شخص نافع، شخص الناس بتأثر بيه، الناس ممكن تفتقده لما يغيب. ممكن تطور نفسك، تشوف انت ضعيف في ايه وتقويه، وتشوف انت قوي في ايه وتنميه عشان تبقى اقوى، تبقى احسن. طور من نفسك عشان تعرف التطور وتعرف مستوى التطور. اكتب انا النهارده هعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وبكره هعمل كذا. ولما تعمل اكتر من اللي انت عملته امبارح اكتبه، وهيجي وقت وتشوف اللي انت كاتبه ده وهتفرح بنفسك والله. لازم نفكر بطريقه ايجابيه، طريقه تنفعنا. احنا كده كده عايزين نفيد نفسنا، مش عايزين اي حاجه تاني، مش عايزين حاجه من حد. فنفكر بطريقه حلوه ونطور نفسنا. ولازم نكون مدركين أهمية الوقت، إن الوقت ده من عمرنا، وإن إحنا هنتسأل عن عمرنا فيما أفنيناه، وشبابنا فيما ضيعناه، وفلوسنا فيما اكتسبناها وفيما أنفقناها، وإزاي صرفناها وضيعناها وعملنا بها إيه. كل ده هتسأل عليه. فإزاي إحنا يكون عندنا أجوبة للأسئلة دي؟ فأنت لازم تحط في دماغك الكلام ده. لازم تستغل الوقت أحسن استغلال. هل أنا بستغل الوقت؟ طبعا أكيد لا، مش هستغله 100%. أنا بحاول، تمام، وده إنجاز بحد ذاته. إن أنت تحاول إن أنت تستغل وقتك، ده انجاز. المحاولة انجاز، انجاز قوي مش قوي بس يفضل في حد ذاته انجاز، ان انا بحاول اعمل حاجة حلوة. وفي النهاية مع المحاولة والاستمرار اكيد هوصل للي انا عايزه، الخير باذن الله والاستمرار في النجاح. خليني اقول لكم برضو مثال على النجاح، الاستمرار والنفع. لو فضلت اتكلم كتير، الباشمهندس محمد زيرو ده واحد من اشهر المبرمجين العرب. يعني الجزء من اللي انا مريت بيه فيه مثلا هو انا كنت عايز اخش كليه تبع البرمجه مثلا، تبع البيزنس، تبع اي حاجه كده. هل ادبي فيها؟ لا، ما كانش فيها اي حاجه تبع التكنولوجيا مثلا. هل فيها مثلا حاسبات معلومات؟ لا، تخش من علم. بسم الله ما شاء الله. هل الباشمهندس اسامه هل خريج حاسبات معلومات؟ لا. خريج اي حاجه تبع البيزنس والكلام ده والتكنولوجيا؟ برضه لا. طب امال ازاي يا عم بقى مبرمج؟ هقول لك ازاي. بس قبل ما اقول لك ازاي هقول لك هو اصلا خريج ايه. خريج معهد خدمه اجتماعيه، يعني ولا ليه اي علاقه بالتكنولوجيا ولا ليه اي علاقه باي حاجه. بس بسم الله ما شاء الله عليه ان هو كمل في الحاجه اللي هو بيحبها، وصل للحته دي. يعني هو كمل في الحته اللي بيحبها. الحته اللي الباشمهندس اسامه عطاني فيها امل ان هو اتعلم برمجه وهو مش خريج اصلا حاسبات ومعلومات، كمل تعلم بره الكليه، وبسم الله ما شاء الله ممكن بيدرس اصلا لطلبه حاسبات وكمل. فدي حته عطاني فيها امل، اللي هو كمل يا باشا وربنا هيكرمك. وخليك انت اعمل قصه نجاحك بنفسك، فاهم؟ ما تمشيش على خريطه اي حد. ربنا يجعلنا نافع للمسلمين اجمعين يا رب، الناس كلها. خليك متفائل بالمستقبل، لازم تكون متفائل باللي جاي، وان ربنا هيكرمنا وهيكرم الناس كلها، وربنا ما بيضيعش تعب حد. وخليك عارف برضه، وخليك معترف بانسانياتنا، لكن انت طبيعي انسان عندك مشاعر حزن ومشاعر فرح، مشاعر خذلان، مشاعر ثقه، مشاعر كتير. ده طبيعي، جزء من انسانيتنا. ولازم يكون عندك امل في بكره انه هيكون احسن، وان انت تكون متفائل بالمستقبل،
والتفاؤل بالمستقبل ده هو اللي هيخلينا نكمل ونستمر ونواجه المشكلات اللي هتقابلنا. بس وخليك معتني بصحتك النفسية، محدش هيراعي صحتك النفسية، محدش هيراعي نفسك أكتر من نفسك أو أكتر منك. وخليك واثق إن بكرة أحلى، وإن أنت تستاهل حياة أحلى، تستاهل ناس تحبك بجد مش ناس معاك لمصلحة. بس يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات ازاي بتتعامل مع الحزن والخذلان لما بيجي لك وبتعمل ايه. بس وفي النهاية هسيب لك لينك كل المنصات، فيسبوك، انستجرام، تيك توك. يا ريت تتابعني، ولو عندك اي تعقيب او اي فكرة فيديو يا ريت تكتب لنا في التعليقات. استنوني في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. وبس، واسف طبعا على التأخير.